ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وكل صيف وانتم كويسين. النهاردة هنتكلم عن فيلم من افلام الصيف. يلا نشوف هنتكلم عن فيلم ايه. يلا بينا. الفيلم اللي هنتكلم عنه فيلم ابو نسب. يستمر النجم محمد إمام في تصوير فيلمه الجديد أبو نسب، اللي بيعد من أبرز الأفلام المقرر طرحها في شهر أغسطس الجاري، واللي بيصور المخرج رامي إمام المشاهد الأخيرة فيه بالتزامن مع مونتاج ومكساج المشاهد اللي تم تصويرها من قبل، وذلك للانتهاء من تفاصيل الفيلم عشان يبقى جاهز ويتعرض في نهاية شهر أغسطس الجاري. فيلم أبو نسب من بطولة محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني ووفاء عامر وهالة فاخر ومحمد لطفي والعديد من الفنانين، ومن تأليف أيمن وطار ومن إخراج رامي إمام. بيجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما بعد ما قدموا سوا فيلمين: جحيم في الهند في 2016 وفيلم ليلة هنا وسرور في 2018، والاتنين حققوا نجاح كبير على المستوى الجماهيري وبرضه على مستوى شباك التذاكر. بتدور أحداث فيلم أبو نسب في إطار كوميدي بيجسد من خلاله محمد إمام دور طبيب، وبتقدم فيه الفنانة هالة فاخر شخصية والدته، وبيجسد ماجد الكدواني دور والد ياسمين صبري. وبيعاني محمد إمام من أزمة النسب، وبيكشف الفيلم المشكلات اللي بتحصل بين النسايب وبعضهم البعض، إلى جانب بعض المشكلات الاجتماعية اللي بيعاني منها الشباب. الجدير بالذكر إن محمد إمام قدم آخر أعماله في السينما فيلم عمهم، واللي كان في موسم عيد الأضحى الماضي، وحقق إيرادات وصلت إلى 56 مليون جنيه، وكان الأعلى إيرادات في مشوار محمد إمام السينمائي. وشاركوا في بطولته الفنان سيد رجب وهدى المفتي ومحمد سلام وأيتن عامر وباسم سمرة ومحمد لطفي ورياض الخولي. وكان الفيلم من تأليف وسام صبري ومن إخراج حسين المنباوي. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن الفيلم اللي كنا بنتكلم عنه النهاردة. لو عجبك الفيديو اضغط لايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. كان معاكم أحمد محمود، قناة ترند. شكرا يا شباب.